هل ممكن تصدق انك تحلم بحلم وتصحى من النوم تقول ده حلم وخلاص؟ لكن في راجل حلم وصدق، ولما راح المكان لقى اللي شافه في الحلم موجود. القصة اللي هحكيها النهاردة يا حبايبي قصة حقيقية وغريبة، ومفيش فيها تفسير غير ان ربنا بيخبي لنا حاجات ما نعرفهاش غير لما بيجي وقتها. والحكاية ان الراجل كان اسمه محمد، عايش في بيت صغير ويدوب بياكل يوم بيوم. وفي يوم من الايام حلم انه واقف في ارض مهجورة حوالين جبال، وفي وسطها حجر كبير. في الحلم سمع صوت بيقوله ارفع الحجر ده هتلاقي رزقك. صحى من النوم مفزوع طبعا وقال دي تخاريف احلام واستحالة يكون ده حقيقي. لكن الحلم اتكرر معاه 3 مرات بنفس التفاصيل. الراجل قرر انه يسافر للمكان اللي شاف فيه الحلم، وهو واثق ان ربنا هيديله رزقه او بيدله على المكان اللي فيه رزقه. لما وصل لقى فعلا نفس الحجر الفخار شافه بنفس الشكل وفي نفس المكان اللي زي في الحلم بالظبط. وبعد مجهود وتعب لقى جرة فخار مليانة ذهب، ذهب من الذهب القديم اللي هو التقيل قوي ده. فضل ساكت ورجع الجرة مكانها وراح للحكومة وبلغهم بالكنز، ولكنه عشان تصرف بأمانة الحكومة كرمته وادته مكافأة كبيرة ما كانش يحلم بيها، وبقى غني من غير ما يخسر شرفه ولا ضميره، ولا يسرق حد ولا يعني يخبي الكنز اللي لقاه، ولا يعمل اي حاجة غلط. في النهاية مش كل الأحلام خيال، ومش كل الرزق فلوس، بس العبرة من القصة دي اتبع قلبك بس خليك أمين. كانت معاكم جدة ملك وحكايتي أغرب من الخيال. استنوني في قصة جاية، وكل مرة هتسمعوا حاجة تشد القلب قبل العقل. وقولولي رأيكم في التعليقات. لو عجبتكم القصة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك، وقولولي على أحلام بتحلموا بيها وممكن نقولها يعني اكتبوها لي في التعليقات وممكن نقولها في الحلقات اللي جاية. وسلام يا حبايبي.